عش بالحياة وكأن كل الظروف ترضيك، حتى لو لم تكن كذلك. استمتع بوقتك واصنع ذكريات جيدة، واحرص أن لا يكون بقلبك إلا البياض. صباح النور. في البداية الحمد لله حمدا كثيرا على نزول الغيث. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. نزلت المطر وروات الأرض. وش راكم البنات؟ صافا لاباس بخير؟ أنا في نعمة والحمد لله. اليوم في الروتين تاعنا راح نديرو طاجين الجلبانة مع سلطة القرنون. تبعوني شوفوا هاد الخطوات اللي راح نديرهم. شوفوا البنات، نقيت القرنون، نقيت الزروديه، غسلت الخضره تاعي. هنا هذا القرنون النص راح نديره في الطاجين مع الجلبانه، وهذه الحبه راح نديرها سلطه. شوفوا كي تنقيو القرنون تاعكم من تحت حاولوا تغسلوا القرنون مليح، لانه بعض البنات مبتدئات ما يتولهوش لهذا الحاجه. ديروا تحت العين وغسلوه وخبطوكش مع حشرات من الداخل ولا اتربه ولا شويه حشيش هكذا يطيح مليح. فهمتوا؟ اغسلوه ونفضوا. وهنايا الجلبانه ثاني تاعي نغسلها وندير لها شويه سكر ونحطها ما بين ما قليت القدره. ليه ندير لها السكر؟ لخاطر في هاد الايامات راهي الجلبانه ما تجيش حلوه، ساعه لساعه شويه تجي ناقصه حلاوه. الجلبانه في طبيعتها حلوه، تجي ناقصه شوي. نديروا لها شويه سكر ونخليوها في الماء. هنا نجيو نخدموا طاجين الجلبانه تاعنا. عندي ربع صدر تاع دجاج، ندير له توابل، ندير له شويه فلفل كحل، زنجبيل، توابل الدجاج واللفاح العادي. ونخلط بيضه، ندير النص والنص نحتفظ به نحتاجه من بعد. نزيد ملعقه تاع خبز مرحي، نزيد له شويه معدنوس، ونخلط نعجن مليح هذاك الدجاج المرحي. والقرنون تاعكم والخضره دهنوها بالقارص باش ما تكحالش. هنا نغسلها من ذاك القارص ونمسحها مليح بمنشفه وندهنها بالبيض، ومن بعد ندير هذاك الحشو تاع الدجاج المتبل اللي مرحي، ندهنوها بالبيض باش من بعد كي طيب لنا القرنون اللي فيه الحشو في الجلبانه ما طيرش الحشو منه، يبقى لاصق فيه يجي شكل باهي. كل ما ندهنوهش بالبيض طير الحشوه منه. وكما قلت لكم امسحوها مليح بمنشفه من الماء باش ديروا البيض. هنا شوفوا الزروديه نحيت لها اللب تاعها ونحشيها بهذاك الدجاج. من بعد كي طيب لي في الجلبانه نقطعها دوائر تجي تزيين باهي. هنا في القدره قطعت حبه بصله رقيقه، درت قطعه تاع دجاج ودرت مرصو زبده وشويه زيت، وخليت هذيك البصله تتقلى مليح. ومن بعد ندير لها الجلبانه. هذيك الجلبانه انا غسلتها من السكر اللي كانت منقوعه فيه، نغسلها مليح من السكر ونقطرها ونضيفها تتقلى مع البصله، ونزيد لها توابل. عندي في التوابل كركم، كزبر، توابل الدجاج، شويه زنجبيل وفلفل كحل. توابل اختياريه كل واحد واش يحب يدير. انا نحب هذا التوابل كي يكون طاجين كي تكون الخضره خضراء في الجلبانه ولا في الزيتون ولا ديما نعتمد هذه التوابل. نزيد ندير حبه طماطم مربيه ونخليها تتقلى مليح، تشرب هذيك الزبده اللي قلينا بها والبصله. بعد ما تقليت نمرقها بميها سخونه ونحط هذيك الخضره اللي حشيتها، القرنون والزروديه. كيبقى لي الدجاج درتو كريات. فوالا تبعوا معايا. هنا راح نخدم المايونيز. فورت الزروديه والجلبانه والروزه، حندير ماسيدوان. هنا راح نخدم المايونيز بالميني اشوار. اللي ما عندهاش البغا ميكسر ولا ما عندهاش الباتر ولا عندها غير هذا الروب الصغير هذا ميني اشوار، تدير به المايونيز يجي هايل وسهل. ليه تخدمي به كلش، ترحي به الدجاج، تخدمي به المايونيز، تخدمي به كلش واش تحبي. شوفوا واش درت بيضه. خدمت هذيك البيضه شويه هكذا، خبطتها بالروبو، ومن بعد زدت لها سنه ثوم، قطعت سنه ثوم، شويه فلفل كحل وشويه ملح. ومن بعد نبقى نضيف في الزيت تدريجيا. الزيت عندي كاس زيت بمقدار 240 مليلتر، فهمتوني؟ نبقى ندير في الزيت بشويه مع البيض ونخلط. ومن بعد هنا حبست قطعت شويه معدنوس. المعدنوس يمدقو هايل في المايونيز، ينحي هذيك الريحه تاع البيض. درت شويه معدنوس وندير ملعقتين تاع خل. اللي تحب تستغني على الخل دير موطاغد. انا درت ملعقتين تاع خل. نزيد نخلطهم مليح ونقعد نزيد في الزيت بالقطره حتى نخلص الكميه اللي عندي.
نخلطهم مليح ومن بعد شوفوا الاضافه في الاخير. فوالا هنايا كي خلطتهم مليح وطلع هذاك المايونيز تاعي، زدت له ملعقه جبن. عندي جبن تاع الميزان، نتوما جبن اختياري، تحبوا الجبن تاع القطع لافاش كيري ولا تشيز ولا اي جبن عندكم ديروه. لا كان قطع ديروا 2 حبات، ولا كان تاع الميزان ديروا ملعقه، وزيدوا خلطوها مليح. يجي الذوق تاع المايونيز هذا هايل بذوق الجبن ولا المعدنوس. شوفوا هنايا القوام تاع المايونيز بالميني اشوار، يجي هايل حكم روحو، تستغني على العلبه تاع برا المشريه بكاس زيت وانتي خادمه باللارا مايونيز. الوغ لا الذوق ما نحكي لكمش. هنا بعد ما فارت الخضره زروديه وجلبانه وروز، ندير لهم المايونيز والفينيغريت ونحطها من هنا، ونجيب هذه حبه القرنون اللي غليتها في الماء والملح. كي طيب خلاص نجيبها نحلها في الوسط ونحي لها هذاك اللب تاعها، الشعيرات هذيك الداخلانيه نحيها باش نحط فيها الروز، يجي تزيين باهي ويجي الشكل تاعو يسخف ولا الذوق ثاني. ما طابت هذيك الجلبانه والقرنون والزروديه اللي فيها، نحي الزروديه هنايا ونقطعها لدوائر، والقرنون هذاك وطرف الدجاج نقليهم في الزيت، نحمرهم هكذا باش يجي وجه باهي. نحمرهم ومن بعد تشوفوا الاطباق تاعنا واجده. هاي وليكم طبق الجلبانه تاعنا بالقرنون المحشي والزروديه محشيه، طبق ولا اروع رمضاني بامتياز. في رمضان نحتاجوا هكذا اطباق اللي فيها لاصوص مش غير النواشف، مع سلطه القرنون اللي محشيه بالماسيدوان بالفينيغريت والمايونيز ولا ألذ. فوالا البنات، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش جيم وتعليق، واللي مش دايره ابوني دير ابوني باش يلحقها لي فيديوهات اللي نحطهم. راه جاي رمضان ان شاء الله ما يكونوا غير فيديوهات ملاح ويعجبوكم ان شاء الله، اطباق نحتاجوها بالبزاف وافكار وتدابير للبنات اللي مبتدئين. في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.